السلام عليكم يا صديقي. ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ فوق يا فوق يا بص، انا عارف انت محبط، عارف ان انت بلاش محبط، عارف ان انت متدشمل بتنام مش عايز تقوم، يعني جاي بقى معاك بالاخر. يعني انا فاهم انت جايب اخرك، بس معلش، كل 4 شهور ونقول لك يا دكتور يا باشمهندس تخش الكليه اللي انت نفسك فيها وتخلص من هم الثانويه ده. المهم، شهر 2 يا صديقي، يعني انت لو كنت مضيع في كل اللي فات، فشهر 2 و3 و4 و5 هم دول الثانويه، دول اخر السبع حرفيا، دول اللي لازم مجهودك فيهم يتضرب في 4. مفيش حاجة اسمها شغف، نكون متفقين كده. مفيش حاجة اسمها شغف، احنا في الثانوية اللي بيحركنا المسؤولية. تمام؟ يبقى احنا اللي بيحركنا مسؤولية، مفيش حاجة اسمها شغف. خلاص. طب يا دكتور امشي ازاي في شهر 2؟ بص يا حبيبي، احنا في الازهر عندنا مواد كتير، ولازم ان انت هتمتحن في كل المواد دي، شيء مفروغ منه. ولازم ان كل المواد مضافه للمجموع، مفيش ماده ما بتضافش للمجموع. زي الفل. اوزع مجهودي ازاي؟ بص يا حبيب قلبي، احنا عندنا 4 اقسام: شرعي وعربي وثقافي ورياضه. فلازم يا حبيب قلبي يومك يبقى ماشي متسيستم على ال4 دول، ان كل المواد تبقى في دماغك. لان يا حبيبي انت هيبقى الفرق بين ساعات، الفرق هيبقى بين الماده وماده يوم ونص. مش هتلحق تعمل فيها حاجه لو انت مش مسيستم يومك ان انت كل يوم بتراجع ال4 مواد على الاقل فاكرهم. ده اقل تقدير. تمام. ناكل مثلا، انا معلش نذاكر امتى؟ هنجاوب على سؤال نذاكر امتى. انا رايي تذاكر الصبح افضل من بالليل، لان انت لازم تكون مسيستم دماغك انها تكون باقصى طاقتها الساعه 9 الصبح عشان ده ميعاد امتحانك. بلاش بالليل، بلاش بالليل خالص، ان مش هتبقى مركز. طب انا بذاكر بالليل، معلش حاول تغير وقت مذاكرتك وتخليه الصبح عشان ده وقت امتحانك. تمام. نذاكر ازاي؟ نذاكر ازاي؟ هنجاوب على السؤال ده دلوقتي. بص يا حبيبي، زي ما قلنا احنا عندنا 4 اقسام، فانا كل قسم هديله فتره. والله الفتره دي تتراوح من 3 ل4. طب كتير يا عم، انت بتقول لي اذاكر 12 ساعه في اليوم. والله هي مش كتير. انت بتنام كام ساعه؟ 6 ساعات. ولو 12 ساعه مذاكره كام؟ 18. وساعتين صلاه واكل وشرب، فضل لك كام؟ مثلا 4 ساعات دروس. هتقول لي طب انا مش الدنيا معايا مش كل الايام فيها 4 ساعات دروس، في يوم عليا في درسين، في يوم عليا في 3. اعرف النظام وسيستمه على حسب يومك. تمام. تمام. انا في رايي ان انت لازم تجيب الماده مرتين في الاسبوع، مش بعجزك والله، بس انا بقول لك الصح. وطبعا انت هيجي عليك فتره مش هتقدر تكمل، وده حصل معانا عادي. اليوم اللي ما بتنجزش فيه ما تفكرش فيه، عادي. يعني انا النهارده صحيت ورحت دروس مش عارف ايه وذاكرت على قد ما اقدر، خلاص ارميه. ما تشغلش دماغك انا ضيعت مش عارف ايه. اليوم اللي انت ما ذاكرتش فيه اقطعه من حياتك كانه ما جاش. تمام كده يا صديقي؟ تمام. اول حاجه بقى انا عايزك تبدا بالشرعي. ليه الشرعي؟ طبعا القرآن احنا هنخلصه بعد صلاة الفجر. تمام. الشرعي عليه تقريبا، الشرعي والقرآن عليه 210، الحمد لله كنت مقفلهم يعني. فأنا رأيي يعني إن أنت تثبت الفقه. الفقه 3 أيام، أنت عندك كام مادة؟ 4. لما تثبت الفقه يبقى أنت تجيب الشرعي كم مرة في الأسبوع؟ مادتين، وتفضل عندك يوم أجازة، سيب اليوم الأجازة ده للآخر. ماشي. دلوقتي هتجيب مثلا حديث، تفسير، توحيد، والفقه ثابت مع ال3. كده خلصنا الشرع. اذاكر ازاي بقى؟ والله العظيم جزء قديم وجزء جديد. انت عندك كام حديث يا باشا؟ تقريبا 21. عندنا كان 21، مش عارف عندكم دلوقتي بقى كام. فالمهم يعني انت لو كل يوم خدت لك حديثين في ساعتين ونص، فانت في ظرف 10 ايام خلصت الحديث. صح؟ في ظرف 10 ايام اللي هم ايه؟ اللي هم يعني مثلا انت هتبدا مثلا سبت حديث، سبت وثلاث وسبت وثلاث وسبت وثلاث، يعني خلال شهر ونص تكون خلص حديث. وكذلك في التوحيد وكذلك في التفسير. تمام. التفسير انت عندك 4 صور، يعني مش كتير، بس هم عايزين حفظ الصراحه. والفقه، فانت كده الشرع خلاص خلصنا منه. انت هتذاكر فتره الشرع اللي هي الصبح، جزء فقه، خلاص ساعه، ساعه ونص. اتفضل عندك مثلا لو قلنا ساعه ونص، او ممكن انت تكملهم مثلا ساعتين، يبقى 3 ساعات ونص. تمام. وتخلي نص ساعه بريك وتبدا بعد كده في العربي زي الفل. فانت هتاخد الحديث جزء قديم برضه وجزء جديد، جزء قديم وجزء جديد، عشان الماده كلها تفضل في دماغك، عشان الماده كلها تفضل في دماغك. خلصنا الشرعي، خد لك نص ساعه بريك. بالله عليك، بالله عليك ما تمسك تليفون. رجاء، رجاء كمان مرة ما تمسكش تليفون، والله والله بيضيعك. انا عارف انا بقول لك ايه.
هنمسك التليفون نريح في نص ساعه، نص ساعه تخبط في ساعه، وبنرجع نقعد في الاخر والشيطان يخش احنا مش نافعين، احنا مش مذاكرين، احنا مش عارف ايه. ليه؟ ليه نسيب مدخل الشيطان اصلا؟ ما تفكك منه، سيب التليفون. تمام. تمام. طب انا بذاكر عليه. طب يا حبيب قلبي انت بتذاكر عليه، اقفل كل نوتيفيكيشن خالص، بلا واتس، بلا تليجرام، بلا فيس، بلا انستا، الكلام ده. انا رايي انت تمسح اصلا، امسح انستا، امسح فيس، امسح عايز واتس ماشي عشان الجروبات، التليجرام تمام سيبه. ما تخليش عندك غير يوتيوب وحاجه كمان تتابع فيها رسائل جروبات مدرسين الكلام ده وخلاص. كفى الله من شر القتال. تمام. تمام. عايز تقف تقفش في البلكونه شويه، تشرب كوبايه شاي، تروح تنكب في اختك وتيجي، اخواتك وتيجي عادي، اي حاجه. تمام كده خلصنا الشرعي. خلاص نخش بعد كده بقى على العربي. بص يا صديقي، الادب والنصوص ماده تقيله. ماده تقيله ازاي؟ يعني تقيله مش هتعرف تجمعها ليله الامتحان، واللي يقول لك يا جماعه الامتحان كذاب، والله كذاب. انا مش طالب منك غير انت تاخد كل يوم نص صفحه. صعب عليك؟ كل يوم انا عايز منك نص صفحه. بلاش نص صفحه، خليها صفحه، صفحه واحده. انا عايز صفحه اللي هي وش بس. يعني الصفحه بتبقى وش وضهر؟ لا انا عايز وش بس. كل يوم، بس تلتزم بيها رجاء، كل يوم صفحه قلم. تمام. باقي المواد اتفضل، عندك كام ماده؟ نحو، صرف، وبلاغه. نفس الثلاث مواد. وقلنا ثبتنا ادبي كده، خلصنا ايه؟ العربي. برضو كذلك نفس الفكره، النحو قديم جديد، قديم جديد. طب والحل؟ والله انت انا مثلا فتره 3 ساعات احنا ممكن نخلص مثلا. خلصنا خلاص مراجعه قديم وذاكرنا جديد. نص ساعه نحل فيها على القديم، ونص ساعه نحل فيها على الجديد. يا دكتور انت بتقول ايه؟ ده انا بقعد في السؤال ربع ساعه ومش عارف ايه. يا حبيب قلبي، انا بعاملك عاملني بوقت، احنا بنتعامل بالوقت. نص ساعه خلصت خلاص، ده القديم. طب ممكن ازود كمان سيكه عشان ابقى حصلت قدر، ماشي، زود ده براحتك، انت حر. تمام. والجديد كذلك، بس بمجرد ما فتره العربي تخلص اركن العربي. خلاص اركن العربي. لسه في مواد تانية عايزه تتذاكر، وانا لازم اوزع مجهودي. مفهوم؟ مفهوم. خلصنا خلاص العربي، الساعة مثلا بقت 12 ونص، بس قوم صلي الظهر ورايح لك برضه نص ساعة وكمل. خش مثلا على مادة ثقافي زي مثلا كيمياء. الكيمياء بقى فيها 3 حالات. في ناس بدأت بالعضوية ودلوقتي بتذاكر عامة، وفي ناس بدأت بالعضوية بالعامة ودلوقتي بتذاكر عضوية، وفي ناس ما شاء الله مخلصة الاتنين. ما شاء الله يعني. بص يا صديقي، التلاتة هنذاكر قديم وجديد. يعني ايه قديم وجديد؟ القديم دي اللي هي العامة، وجديد ده اللي هي العضوية. فكمل شهر 2 ده مراجعة. يعني خد قديم مع جديد، قديم مع جديد. لو انت بقى ما شاء الله التوب ليفل معدي، باب قديم مع درسين عضوية، باب قديم مع درسين عضوية، باب قديم مع درسين عضوية، في خلال الشهر هتكون مخلصهم. طب انا على قدي درسين، درس درسين درس، يبقى كده الباب خلص في كام؟ الباب خلص في اسبوع. مثلا الباب عندك في العامة 4 دروس. لما تاخد في اليوم درسين ودرس عضوية، درسين ودرس عضوية، درسين ودرس عضوية، في خلال شهر 2 هتكون مخلص العامة ومراجع عليها وزي الفل وبالراحة. يبقى انت ماشي مع مدرسك في العضوية. طب بالنسبة للناس اللي مخلصها، يا باشا استغل شهر 2 تراجع، وخش على شهر 3 حل امتحانات على طول. خش على شهر 3 تعمل ايه؟ حل امتحانات زي الفل. طبعا نديهم برضو الثقافي، ممكن ال3 ساعات ما يكفوش، فممكن نديهم 3 ساعات ونص. عارف انت بتقول هو الراجل ده بيقول ارقام، انت ايه يا عم؟ انت عندنا مواد تانية ومذاكرة يا حبيب قلبي. والله والله لازم توزع مجهودك، لازم توزع مجهودك. تمام. تمام. خلصنا الثقافي وظبطنا الدنيا. ناخد نص ساعة بريك أو ساعة براحتك، ولف وتعالى. فاضل لك الرياضة. الرياضة أسمع فيها مين؟ لازم تعرف إن الرياضة في مدرس أزهر ومدرس عام. أنت كرياضة في الأزهر مش مطالب منك غير كتاب المدرسة. مش مطالب منك غير إيه؟ كتاب المدرسة فقط. كتاب المدرسة فقط. بكرر، كتاب المدرسة بس. هتجيلك بالنص الأمثلة اللي هي بتبقى في الدرس، وحاول أن تحل، والأسئلة بتاعت التدريبات. تمام. طب ترشح لي مين مدرس أزهر؟ 3 دول اللي أنا أرشحهم لك كمدرس أزهر. عندك مستر أحمد فتح الله، مستر قناة مستر هندسة، ومستر سعد عبد الموجود. 3 دول فعلا مدرسين أزهر، وعشان ما تضيعش وقتك في أزهر ما تروحش تحل لي معاصر، مش لينا. إحنا الرياضة بتاعتنا كتاب مدرسة بس. وأنت ما تقولش كتاب مدرسة بس، اقدر بس أنت على كتاب المدرسة الأول، وبعد كده نبقى نتكلم. تمام. فكده انت هتكون خلصت مذاكرتك مثلا امتى؟ على الساعة 7. الساعة 7 تكون مخلص كل حاجة. طب كده يا دكتور احنا اتكلمنا في كل حاجة. طب والانجليزي هنعمل فيه ايه؟ الانجليزي والله يا صديقي ليه حلين. عايز تضمه للثقافي، ويبقى بدل ما انت تجيب مثلا دورة الدراسة يعني
كل 3 ايام خلاص خلص ثقافي كل 4 ايام، فيزياء كيمياء احياء انجليزي. او ممكن تدرجه تحت ال3 ايام، فيزياء وانجليزي، فيزياء كيمياء وانجليزي، وحده نص وحده هكذا. طب مش جايه معايا ان انا ادمج المادتين، خلاص اديله يوم لوحده عادي، ما هو ماده برضو عليه تقريبا 40 درجه يعني، ما تهملوش. تمام، ربنا معاكم يا شباب ويوفقكم يا رب. طب بالنسبه لليوم الفاضي اللي احنا سيبناه هنعمل فيه ايه؟ اي قصور خلال الاسبوع هنجيبه في يوم الجمعه. تاني، اي قصور اتعمل خلال الاسبوع ده، كنت كاتب حاجه في التودو ليست وما جاتش، درس ما جبتوش، درس بيقع مني، هتجيبه في يوم الجمعه وتظبطه كويس جدا. يعني ايه نصيحه ودي انصحها لك، الدرس الجديد اللي هتاخده هات، اظن البوكليتات دلوقتي نزلت، هات التدريبات بتاعه الاسئله السنين السابقه وشوف الدرس ده جاي ازاي في الامتحان. يعني انت مثلا دلوقتي لما كل الدروس اللي جايه شفتها جايه ازاي في الامتحان، فانت كده حرفيا حليت نص الامتحانات. تيجي بقى في شهر 3 وانت احنا بنحل امتحانات، خلاص انا شفت الاسئله دي قبل كده، فالوقت بتاعها هيقل، فالتحصيل هيبقى اكتر. تمام، ربنا يوفقك يا رب يا شباب. عنده اي سؤال يكتب في التعليقات يعني.